اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ووصفه جديده، وهنعمل النهارده الممبار. انا معايا كيلو من الرز، هحط عليه حوالي اقل حاجه نص كيلو بصل. كتري بصل كتير، هتلاقي مديكي طعم حلو جدا. هحط بقى الخضره بتاعتي، عباره عن شبت وكزبره وبقدونس. طبعا الكميه برضو اللي انت عايزاها. هحط عليهم حوالي ربع كوباية خل أو معلقتين تلاتة، ونص كوباية زيت وكمون وكزبرة وفلفل أسود وملح. من كل حاجة معلقة كبيرة. ومعايا معلقة كبيرة توم، وده وقرن فلفل حار. هحط بقى معلقة كبيرة بابريكا، ودي قوطة مضروبة في الخلاط، بس مش متسبكة. عصير طماطم انا هعمل ني في ني، يعني هعمل الخلطة ني في ني. حطيت بقى مكعبين من المرقة، وحطيت معلقة سكر صغيرة، وده الممبار بتاعي. حوالي يعني مش هيكمل كيلو، مش هيبقى نص كيلو، حوالي كيلو الا ربع. خلاص مسكته بقى، قطعته بالمقص الحجم اللي يناسبك، يعني ما مالكيش دعوه بقى انا مقطعاه قد ايه. طبعا نقعته في دقيق وفي خل وفي ليمون وملح. نص ساعه كده وشطفته، انا جايباه متنضف. وهعبيه بقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. في طبق، وبفتح الفتحه بتاعته كده بصوابعي، وبدخل ايه بصباعي اللي في النص ده. بس بالطريقة دي سهل جدا بسيط، مش هياخد منك وقت خالص. طبعا وانتي بتعبيه كده بتبقى المية على النار بتغلي. على ما المية تغلي تكون انتي عبيتي الممبار. اهم حاجة ما يكونش مليان قوي، يكون ايه مبطط، يعني تكوني مبططاه كده بالرز، ما يبقاش منفوخ. كده المية غليت. هحط بقى فيها الممبار بتاعي بالطريقة دي. يعني ايه؟ وهو مقفول، مش هسيبه في الحله وهو مفتوح عشان ما يوقعش كل الرز اللي فيه. عموما هو كده كده بيوقع رز اصلا، يعني ملياه. حطيتيه صح حطيتيه غلط، وكده كده الزيادات بيطردها. حطيت بقى ورق راولة وحبهان. واول ما ياخد غلوة كده هوطي عليه علشان ما يتفتحش مني، يعني ايه يتفرتك. وحطيت ملح. وقعد معايا حوالي نص ساعة. وبعد كده بقى حمرته بقى بالشكل ده. تجيبي بقى خلة وتغرزيه فيها علشان تتأكدي ان هو استوى. لو انتوا اول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تختاروا الكل. ومع السلامة.